السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في قناتكم قناة شهد الكلام. أنا عايز أتكلم النهاردة عن الإعلام الرياضي في مصر. طبعا أنا بقول الإعلام الرياضي في مصر، لكن أنا مانيش شايف حاجة اسمها إعلام رياضي في مصر. ليه يعني؟ مين هو الإعلامي؟ أولا، هو مين الإعلامي اللي تاخد منه الخبر وتحليل الخبر وتعرف إن هو خبر صادق وموثوق منه وعنده أدلته للخبر ده؟ كل واحد معاه بكالوريوس إعلام ده أكيد إعلام، أكيد ده إعلام. بتاخد منه الخبر موثوق منه، بيبحث عن الخبر، بيجيب مصدره وبيتأكد منه وبيقول لك على الخبر الصحيح اللي انت ممكن تستفيد منه. اما اللي بيحصل في الاعلام المصري، الاعلام الرياضي اقصد يعني، وبالتحديد الاعلام الرياضي، ده مش اعلام، ده تحريض وقلة ادب وسفالة ولجان وناس بتدور على الريتش وناس بتدور على مشاهدات. وللأسف الشديد حتى القنوات الفضائية بيقعوا تحت الخطأ ده. بيجيب واحد لا ما يعرفش حاجة عن الإعلام لمجرد إنه كان لاعب كرة زمان، لمجرد إن واحد ممكن ياخد فلوس ويتوزع عليه ستريبت يتكلم بيه الكلمتين اللي يكتبهم له يقولهم، ويزود من عنده شوية شتيمة وقلة أدب وتحريض. لا يا جماعة، انتوا مستنيين يحصل ايه في الإعلام الرياضي الأيام دي؟ احنا ناقصين مصايب تحصل؟ هو انتوا نسيتوا التحريض عمل ايه في استاد بورسعيد؟ انتوا نسيتوا التحريض اللي حصل لجماهير الزمالك وجماهير الاهلي والمصايب اللي حصلت اللي لسه بنعاني منها لحد النهارده. مستنيين لما تحصل مصيبه زي دي، اللي هتحصل مصيبه المره دي مش هتبقى كده، هتبقى فضيحه، هتبقى كارثه. كل واحد يخلي عنده ضمير وما يضربش خبر عشان يجيب بيه ريتش، وما يحرضش حد على حد، وما يغلطش في في اسياده واللي اكبر منه واحسن منه. ولو بيغلط يتحاسب في نيابة عامة